في أجمل من إنك تتمشى أو تقف على تراس زي ده أو تقعد في مكان يكون قدامك جزيرة الزمالك كلها والمنظر البديع ده لنيل القاهرة الساحل؟ طب في أروع من رحلة نيلية في وسط النيل على مراكب زي دي وفنادق ومعالم القاهرة كلها بتتلألأ قدامك ومية النيل بتحضنك أو تروق مزاجك؟ في بهجة وفرحة وروقان أكتر من كده؟ أكيد عرفتوا إحنا فين؟ إحنا في أجمل مكان على نيل القاهرة، إحنا في ممشى أهل مصر. كل حاجة محتاج تعرفها عن أجمد خروجة في القاهرة هتلاقيها في الدقايق اللي جاية. لايك وشير ويلا نبدأ بسم الله. حكاية ممشى أهل مصر دي المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر، تم افتتاحها في ديسمبر 2022. الممشى موجود بين كوبري 15 مايو وكوبري إمبابة بطول 1800 متر. في مرحلة تانية ومرحلة تالتة المفروض على وشك الافتتاح، مش عارف ليه اتأخروا في فتحها، تعتبر خلصت. المرحلة الأولى والتانية هتكون بطول 5 كيلو، ولو نضاف ليهم المرحلة التالتة هنوصل ل 8 كيلو. تخيلوا 8 كيلو من الجمال اللي احنا شايفينه ده. مشروع طموح بيهدف لتحويل كورنيش النيل لمقصد سياحي عالمي بطول نهر النيل في مصر كلها. ان شاء الله هنشوف ممشى أهل مصر في الأقصر وأسوان وأماكن تانية كتير. ده الممشى العلوي مجاني، عرضه 4.5 متر، موجود فيه قعدات وأماكن للتمشية، موجود مسار للدراجات وأماكن نركن فيها العجل. الممشى العلوي مجاني. وفي الممشى السفلي ده عرضه 6.5 متر، بندخله من البوابات المنتشرة بطول الممشى من كوبري 15 مايو لغاية كوبري إمبابة. في المسافة دي في حوالي 13 بوابة ممكن ندخل منهم، رسم الدخول 20 جنيه. الممشى بيفتح من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 1 بالليل. والجميل انهم عاملين رمبات مخصصة لحبايبنا ذوي الاحتياجات الخاصة، هيقدروا ينزلوا براحتهم وفي امان تام. متوفر مجموعة من جراشات السيارات ليها مداخل متوزعة على طول الممشى، بتركن العربية الساعة الأولى ب30 جنيه وكل ساعة إضافية ب20 جنيه. الوصول للمكان سهل جدا، زي ما قلنا هو موجود بين كوبري 15 مايو وكوبري إمبابة، وأقرب محطة مترو هي محطة ماسبيرو في الخط الثالث ومحطة السادات في الخط الأول. دي خريطة الممشى في المرحلة الأولى. في مجموعة كبيرة ومتنوعة من المطاعم والكافيهات موزعة بطول الممشى، وفي منتصف المسافة تقريبا بنلاقي أيقونة الممشى تمثال عروس النيل. تعالوا نتفرج عليه. في نهاية الممر المغطى الجميل ده واحد من أجمل الأماكن في الممشى ومكان محبب للتصوير من كل رواد الممشى، لكن المكان الأكثر شعبية وازدحاما وموجود في خلفية صور كل اللي بيجي هنا هو تمثال عروس النيل، تمثال ممشى أهل مصر من عمل الفنان أحمد موسى أستاذ النحت الميداني كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. التمثال بيمثل سيدة مصرية جميلة لابسة ملابس فرعونية وفاتحة ايديها الاتنين بتستقبل بيهم المية اللي نازلة من السماء، والمية بتنساب من بين ايديها على شكل موجات بتفيض على ارض مصر ليعم الخير والنماء، في دلالة لنهر النيل العظيم شريان الحياة في مصر حفظه الله. التمثال مصنوع من الحديد الصاج المعالج ضد الصدأ من شرائح مرصوصة فوق بعضيها، سمك كل شريحة 4 مللي. شرايح الحديد وهي مرصوصة فوق بعضيها بترمز لطمي النيل اللي كان بيترسب في أراضي مصر وكون لينا الأراضي الزراعية الموجودة في وادي النيل والدلتا. ونلاحظ إن في مسافات بين طبقات الصاج الرقيقة تسمح برؤية مية النيل من خلال التمثال. تصميم ولا أروع، وادى لمسة جمالية وفنية رائعة للمكان. التمثال ارتفاعه 3 متر ونص ومحطوط على قاعدة من الرخام ارتفاعها 1 متر، يعني ارتفاع التمثال والقاعدة الاتنين مع بعض 4 متر ونص. ما تنسوش تاخدوا لكم كام صورة قدام عروس النيل الصبح أو بالليل، الصور في المكان ولا أروع. الممشى بيحتوي على أكتر من 20 مطعم وكافيه فيهم تنوع مش موجود في أي حتة تانية. هنلاقي مطاعم من كل الجنسيات، في مطعم كويتي، مطعم سعودي، في مطعم لبناني، في مطعم تركي، وقبل كل ده مطاعم مصرية. المنيوهات هنلاقي فيها أكلات شرقية وغربية وقعدات ولا أروع في قلب نيل القاهرة. تعالوا نلف بالكاميرا نشوف بعض المطاعم الموجودة في الممشى ونرجع نشوف إيه هي الأنشطة اللي ممكن نعملها في أجمل مكان على نيل القاهرة.
أفضل حاجة ممكن نعملها في الممشى غير التمشية وقعدة الكافيهات والمطاعم هي عمل جولة في النيل عن طريق واحد من المراكب الشيك الموجودة في مراسي الممشى. موجود حوالي 8 مراسي للمراكب متوزعة على المسافة بين كوبري 15 مايو وكوبري امبابة. يعني لو نزلت من أي بوابة من بوابات الممشى هتلاقي مرسى للمراكب قريب منك. المراكب بتعمل رحلات خاصة للي عايز. الرحلات الخاصة النص ساعة بيتراوح سعرها من 1500 جنيه ل 2000 جنيه، والمركب بتاخد لحد 20 فرد تاني. لكن الرحلات العامة كويسة بنت حلال، ولما تعرف ان الفرد فيها ب 50 جنيه هتبقى كويسة جدا. الرحلة دي مدتها نص ساعة. دي أشكال بعض المراكب الموجودة داخل الممشى، كلها شكلها رايق وأحلى من بعض. تعالوا نشوف أجواء الرحلة. طبعا بيبقى في دي جي وأغاني مهرجانات وغيره، الأجواء اللي احنا عارفينها في الرحلات النيلية. لكن على المراكب دي بيكون مصاحب لأغاني الدي جي واحد بيطبل بطبلة وبيعمل أجواء مبهجة زي ما احنا شايفين. المناظر اللي بنشوفها مفيش ولا أجمل. فنادق النيل الشهيرة، البرج، مبنى ماسبيرو، جزيرة الزمالك. بتروح عند كوبري 15 مايو وكوبري امبابة. بنشوف كوبري امبابة التاريخي من قريب. رحلة رائعة وانصح بتجربتها. في كمان داخل الممشى مراسي لنايل تاكسي زي ما احنا شايفين. موجود في الممشى مسرح ومدرج مقاعد للجمهور. الممشى زي ما قلنا بيفتح من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 1 بالليل. مسموح بتصوير الموبايل لكن غير مسموح بالكاميرات. تعالوا نختم ببعض المشاهد الجميلة اللي صورناها في الممشى. ما تنسوش تدعمونا وتشجعونا بلايك وشير واشتراك، ويا ريت تفعلوا زر الجرس واختيار الكل علشان يوصل لكم الجديد اللي بنعمله. ألف شكر لحضراتكم، أشوفكم على خير. السلام عليكم.